خلاص تجرب. اجرب بس عندك مشكله انك تجرب؟ طب اقول لحضرتك اجرب بس انا مش مقتنع بيه. هو غلط على هو عامل عمليه قلب مفتوح، مركب جهاز في قلبه. غلط عليه ايه؟ انا مش هبنجه كلي. يعني مفيش بس انا اللي قصدي على كده. لا انا مش هبنجه كلي. ايوه بس دكتور احنا هنلحق نعمل ده دلوقتي عشان احنا راجعين تاني كمان. اهم حاجه بس محدش هيصحيه غيري ولا حد هيكلمه غيري، لان هو مش هيسمع حد اصلا. طب لان انا هبقى كونتاكت لو نام معاه هيقول كل حاجه قصدك؟ هيقول اللي انا يعني هيجاوب الاجابات. ما ترديش عليه، ما ترديش طيب بص كده، لا ارجع زي ما كنت، حط ايدك على رجلك. ايوه حاسس بالضغطه دي؟ هو ايه اللي بيحصل يا دكتور؟ بس عشان انا بخاف من الحاجات دي. ولا اي حاجه. هو ايه اللي حصل بقى دلوقتي؟ هو دلوقتي عقله الباطن في استرخاء تام، في حاله استرخاء. اي سؤال هيتسأله هيجاوب عليه بمنتهى الشفافيه والتلقائيه. طب انا لو كلمته هيرد عليا؟ محدش هيرد عليه غيري. استاذ محمد. نعم. اسمك بالكامل ايه؟ محمد عبد الكريم امين. تشتغل فين؟ موظف امن. ساكن فين؟ محافظه الفيوم. شغلك مواعيده ايه؟ من 8 ل 4. بتعمل حاجه بعد الشغل؟ لا. يعني بتروح البيت على طول؟ بروح على طول. في اوقات ما بتروحش فيها؟ لا بروح على طول. طب في اوقات بتاخد شيفت غير الشيفت بتاعك؟ يعني ممكن اروح بالليل، اروح بالنهار، شيفتات متغيره يعني. طب ولما بتخلص شيفتك بتروح فين؟ ممكن اروح اقعد على القهوه. في صديقه ليا بروح اقعد معاها شويه. صديقه؟ صديقه. اسمها ايه؟ اسمها هاجر. هاجر دي في الشغل مش كده؟ كانت معايا في الشغل. والعلاقه استمرت بعد الشغل؟ لا دكتور لا مش كفايه كده. تحبي نساله اسئله؟ لا 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 طب بعد اذنك انا اسف. حضرتك عايز تسالي حاجه؟ صحيح يا جماعه. حضرتك تحبي تعرفي حاجه؟ حد عايز منه حاجه قبل ما يصحى؟ طب صحيح عشان احنا كده مش هنعرف نكمل الحلقه. هي هاجر دي قريبتكم او هي؟ كانت معاها في الشغل، وانا عارفه عن الموضوع ده وقعدت عملت. استاذ محمد. ايوه يا دكتور. ايه الاخبار؟ الحمد لله تمام. حسيت بحاجه؟ هو في حاجه حصلت اصلا؟ تمام. اهم حاجه انت جسمك تمام، مش حاسس باي الم؟ لا ما فيش الم. وفي حاجه حصلت؟ ما احنا قاعدين من الصبح اهو. لا تمام. تقدروا تكملوا بقى انتوا، شوفوا هنرجع امتى ولا ايه الموضوع. هي هتكمل ازاي بعد اللي هي سمعته ده؟ هي هتكمل ازاي يا دكتور بعد اللي هي سمعته ده؟ معلش انا محتاج ميه يا جماعه بعد اذنكم. سمعت ايه؟ ممكن سمعت يا دكتور؟ اشرب بعد اذنكم، بس هشرب. يعني حضرتك قلت ان انت على علاقه بواحده اسمها هاجر. انا قلت كده؟ لا انا ما قلتش كده. هو مش قال كده؟ هو كان حاصل فعلا خلافات بيناتنا، ودلوقتي في تصوير ولا لا؟ لا كان فعلا في خلافات بيناتنا، وكنت هتطلق بسبب الموضوع ده. انا استاذه استنى يا ابو محمود. استنى انا ما قلتش كده يا استاذه. فيها يا استاذه؟ مش هو قال كده؟ لا حضرتك اسالها اهو، مراتك قاعده جنبك. انا قلت حاجه؟ انا قلت ايه؟ خلاص يا ابو محمود. لا انا قلت ايه؟ ما هو قصه بقى وخلاص وحصلت. قصه ايه؟ بيقول لك تعرف بعد ما بتخلص شغلك بتروح فين؟ قلت له بخلص وبروح البيت. طب انت لك حد بتقعد معاه؟ قلت له ايوه صديقه. انا قلت كده؟ ايوه انت قلت كده فعلا. رحت قايل ده ايوه صديقه. انا قلت كده؟ اسمها ايه؟ قلت لها اسمها هاجر. انا ما قلتش كده. يا ريتنا كنا يعني حضرتك زي القمر، يعني من الموضوع مش مستاهل خيانه خالص. وقت بنته يعني. بس هو كان انا قلت هاجر يا استاذه. على علاقه يا استاذه استنى يا استاذه. على علاقه بواحده قد بنته يا استاذه لو سمحتي. انا قلت هاجر؟ انا قلت هاجر؟ بنتك؟ انا قلت هاجر؟ يعني انت يا فندم حضرتك يا جماعه اللي قاعدين مش قال كده؟ معلش يا جماعه احنا بصي هو الموضوع كله احنا ما كناش نعمل كده، بس بس ممكن في لازم معلومات بعد خلاص حصل. كده ممكن لازم بس دي بس اظبط معلومات. خلي بالك اتفضل يا استاذ. احنا واقفين بس لحد دلوقتي يا جماعه.
حاجه؟ خلاص بلا مروه. انا قلت حاجه؟ هم كدابين وانا كدابه. لا والله يبقى بقول لك انا قلت حاجه. لا. نسيت تقولي لي. والله قلت ايه؟ قلت على هاجر. هاجر مين؟ انا جبت سيره هاجر؟ لا. شكلهم ما يضيعونا. انا قلت هاجر؟ بس بقى كمل اسكت. احنا جايبينك عشان انت بتحب مراتك مش عشان انت بتخونها. بحب مراتي. لا ما حضرتك بتخونها مع واحده قد عيالك. بخونها ازاي؟ مين اللي قال ان انا بخونها؟ هو كان حضرتك بص قلت. حضرتك انا اتبعت في الحته دي. كان هي كانت معاه في الشغل. انت بتدافعي عنه؟ لا اسمعينا حضرتك. ووالدها كان البت دي كانت حلوه قوي قد ابنه، او يمكن ابن انا اكبر من معايا محمود. يعني انا اكمل 19. ازاي حلقه المفروض ان انتوا اتنين متجوزين لا بتحبوا ما بعض؟ انا بحبه وهو نفس الطريقه. فانت مسامحه يعني على اللي هو لا عمله؟ هو كان مشكله وحصلت وخلاص ما فيش اي حاجه، عشان بس كان بيوصلها هو ليه لحد طب احنا بيترعش البيت. ممكن كده يا ننيمه دكتور؟ تاني ونعرف هو ليه بيترعش كده التفاصيل يا دكتور؟ الموضوع. هو نيم يا دلوقتي دكتور، كل ما انا ال- بقول لك انا مش مقتنع بالحاجات دي تقول لي نيم. اثناء ما يعني انت عمال بس تقول لي اثناء ما الموضوع بيدور هو التوتر بيعلى وبعدين عنده. الست زي القمر يعني مش محتاجه انك تخونها مع واحده اصغر خليك يا منها. حبيبتي، الله يخليك. طب انا ممكن انيمه تاني واعرف منه سنتين كان بيعمل ايه. سنتين. و5 سنين لو عايز. طب بص انا ما شايف إن أنت بحبش تنام تاني ما علشان بحبش الحاجات دي. انا ما بنامش تاني ولا هو نمت كان نام اولاني يا ولا- دكتور لما أنا ينام نمت. طب تاني. ممكن نجرب نعمل أنا محاولة؟ نعمل مش انت ما محاوله. حسيتش بحاجة؟ بس حسيت انا ولا مش لا يا أبو مرتاحه للقصه محمود؟ دي بصراحه. حسيت ولا لا؟ ساعة الدكتور كان واقف جارك حسيت بحاجة؟ ما عمليش حاجه اصلا دكتور. خلاص بس هو برضه يجي يكلمك في ودنك وخلاص. انا عملت كده اه اهو بس ما فيش حاجة حصلت سبحان الله. عملت كده. انت ازاي مستحمله كده؟ ازاي كده؟ عشان ماليش ولا ام ولا اب، بس هو بيحبني. بس البت دي لفت على شوية. هي اللي لفت عليه؟ ضربته على ايده يعني؟ والله بكلمك بجد. وانا فضلت ماشية وراهم لحد ما كان بيوصلها لحد البيت، وابوها يقول ده انا خايفة عليها، انت اعتبر في مقامها اللي هي بنتك وخلي بالك منها. فضلت مراقبة، اتأخر عن شغل، فضلت مراقبة لحد ما وصلها. رحت بقى معلية سطي في الشارع، قال لي انت بتعمله ده قد بنتك. قال والله كان ماشي معاه بكل احترام، الواحد يقول الصراحة، بس كان بيوصلها. رحت بقى طب نسمع بس منه ونشوف اتفضل. ممكن يبقى ماشي. مخبي طب حاجات. انت في اسئلة معينة عايزة تسأليها له؟ لا انا هي المشكلة دي. انا الست دي صعبانه عليا يا دكتور الصراحه. وخلاص. مش عايزة تعرفي معاه كام؟ غير هي دي. ماشي. ماشي. طب مش عايزة تعرفي هو لسه بيقابل انا هاجر او كنت اليومين بيكلمها؟ اللي فاتوا كنت بحس اللي هو بيكلم حد. انا انام واقوم الاقيه ماسك التليفون. قلت له انا مش مرتاحه لك يا ابو محمود على فكره. في ايه؟ قال لي والله ما في حاجه. طبعا انا بروح الشغل، هو طبعا وقت ما فيش تصوير طب ولا خلينا حاجه صح نسأله. كده؟ لا احنا لسه مش هنبدأ دلوقتي. علشان ما ينفعش الحاجات دي تطلع بالله لا، عليك. لا. لان ما فيش يعني حاجه خلاص. طيب ممكن بس علشان في مساحة معينة من الوقت علشان خلاص اتفضل حضرتك. ماشي. استاذ محمد، نعم يا دكتور. عندك كام ابن؟ 4. تحب مراتك؟ اوقات واوقات. عادي يعني. تمام. بعد الشغل كنت بتروح مع مين؟ مع هاجر. الصبح ولا بالليل؟ علاقته بيها ايه؟ لا انا متجوزه عرفي. لا طب انا اصلا متجوزها عرفي يعني ولا كنت متجوزه عرفي. كنت متجوزها عرفي؟ طيب تمام. اتجوزتها قد ايه كده تقريبا؟ 7 شهور. 7 شهور. كنت بتقابلها بالليل في الشيفت بتاع بالليل ولا الصبح؟ لا كنت بقول لمراتي ان انا كنت شغال وببقى هناك. تمام. بقابلها بره. تمام. ما هو لسه بيكلمها يا دكتور مش عارفه. هي اللي عملت معاك الجذب ولا انت اللي رحت لها لوحدك؟ احنا الاثنين. طب انت معاك فلوس تصرف على بيتين؟ يعني هي اللي كانت بتصرف عليك؟ كنت ماشي الدنيا. تمام. طب اساله يا دكتور هو لسه على علاقه بيها؟
طب انت اخر مره شفت هاجر امتى؟ من يومين. مش كده. لا كفايه كده عشان مش عارفه، انا مش هعرف طب اكمل عشان الحلقه عشان اصلا. خاطري كمان عايزه ايه؟ يعني ايه الاسئله اللي انت عايزه تساليها؟ هل هم خلاص سابها يعني؟ مفيش هو حاجة؟ اخر سابها مره إيه شافها من من يومين؟ يومين. سابها من يومين هو ولا بيقول كان لي آخر مقابلها مرة من كان- يومين؟ كان معاها من يومين بيقول. طيب هل سابها ولا هي شافها من يومين. هل هي معاه؟ هي كان ولا معاه، هو لسه معاها. استاذ محمد، نعم. هو انت لسه على علاقه بهاجر؟ ايوه. طب هو في اولاد او حاجه؟ في اولاد؟ لا، تاخد حبوب. انا مصدومة، انت هي عارفه انا مصدومة. جسمي متلج بجد لا. وعماله ارتعش، انا مش قادره اتلم على جسمي. طب انا لازم اصحيه يا جماعه. طب صحيه بس ما بقى. تجيبلوش اي سيره بقى خلاص. لا انا ماليش ماشي. علاقه. لا هو انت اللي المفروض تتكلمي، انت مش ازاي تسكتي على حاجه زي كده؟ مش دلوقتي. عارفه حضرتك يا استاذه، انا بقالي 20 سنه شغاله وبساعده. بقالي 20 سنه عامل عمليه قلب مفتوح إيه اللي وعملها حصل؟ ب إيه اللي حصل؟ 130,000 وانا اللي بساعده. إيه اللي حصل؟ إيه اللي اهله ما حصل يا وقفوش معاه أستاذة؟ وانا اللي وقفت معاه. ايه اللي حصل؟ ولا حاجه ولا انا هكمل اصلا الحلقه ازاي وانت عمال تقول بحبها وحضرتك طلعت انا بتخونها بحبهم برضه. وتتجوز عليها ليه لما انت مين بتحبها؟ اللي متجوز عليها؟ حضرتك. انا يا متجوز عليها. جماعه برضه هو ما عملش حاجه غلط يعني، هو الراجل اتجوز. يا دكتور ماشي بس يقول لي من وراها. انا متجوز، انا مش انا حضرتك معايا كنت هتوافقي؟ انا معايا 4 صبيان. بامانه حضرتك كنت هتوافقي لو كان قال لك انه هيتجوز؟ لا طيب ايوه ماشي، بس هاخد هو كده أولادي. كده بقى استنى مغفلها. بس حضرتك هو كده كنت مغفلها. هاخد ولادي وهقعد بيهم واشتغل عليهم لحد ما اخليهم رجاله وخلاص على كده.